السلام عليكم. النهارده الفكرة الرابعة لاختبارات الاسترشادية. يلا بينا نشوف. الفكرة الأولى زي ما احنا شايفين كده، في حاجة اسمها ده emphatic، حاجة بنعمل فيها emphasize. يعني emphasize معناها إن أنا بأكد. طب إزاي أعمل توكيد في اللغة الإنجليزية؟ قال لك حضرتك بتجيب أو بتجيبي do وdoes وديت، وهات الفيرب اللي أنت كنت بتقوليه بس حطيه في المصدر، وهنا do وdoes وديت بيبقى معناها فعلا أو حقا للتوكيد. أنا فعلا عملت الواجب، فبقول I did do the homework, my homework. زي ما المثال هنا she did do her homework، يعني هي بجد عملت ماضي بس حطت هنا did عشان ده ماضي، عملت الواجب بتاعها. who did take it، مين بجد أخذ الحاجة دي. إذا did هنا جت مع take، هنا مفيش، خلي بالكم هنا يوم اللي مثلا على الفاعل نفسه، يبقى هنا جاية للتوكيد جه بعدها مصدر. I do love you، أنا فعلا بحبك، أنا فعلا حقا بحبك، يبقى حضرتك قبل love do، أو لو she يبقى she does love مثلا يو، لان هو بيأكد بيقول لك فعلا وحقا ان انا بحب. في سؤال بقى الجهل، وده الفكره بيتكلم عليه، خليني برضو اوضح لكم، انزل كده عشان نشوف مع بعض. Now I don't speak Chinese، انا لا اتكلم الصينيه، but I do speak a lot of Korean. I do speak، لكن انا بجد بتكلم اللغه الكوريه القليل منها. في الأستاذ بيقول لك what's the function of do؟ إيه هي دور هنا؟ في الحالة دي بيقول لك deduction. طب يعني إيه deduction؟ deduction يا جماعة اللي هو إحنا كنا أخدناه مع بعض، اللي هو اسمه استنتاج أو استنتج حاجة. فالdeduction عندك بيبقى عندك في الماضي we can't have، والتصريف الثالث اللي هو معناه استحالة. كمان عندك we couldn't have، والتصريف الثالث، وعندك wouldn't have والتصريف الثالث، وعندك ب must have والتصريف الثالث. أنا بستنتج حسب بقى النسبة قد إيه. الكين تراست عندك لا، زي كلمة انظر، زي كلمة بط، الطلاق ملهاش علاقة. هنا مش جاية خالص، هنا جاية للإنفاسايز للتأكيد، معناها حقا، يبقى ده مش معايا، دي مش توكيد. ريتوريكال دي أنا عايزة أقول عليها ده اسمه سؤال أو صيغة بلاغية، زي اسمه سؤال بلاغي، أو في حاجة اسمها ريتوريكال كويشن. يعني مثلا سألت ليه احنا فيها تعجب؟ ليه احنا بنعمل كده؟ ده سؤال حاجة بلاغية يعني خاصة بالشعر التبعي، ده يبقى الإجابة بعد ما استبعدت الثلاثة يبقى الإجابة اسمها emphatic، اللي احنا قلنا عليه emphatic do وdoes وديد، يبقى لها المصدر في نص الكلام للتوكيد، معنى حقا او لا، حقا او فعلا، معنى حقا او فعلا. تعالى بنخش بقى على النقطة اللي برضه بحطها ضمن الفكرة الرابعة، خلينا نشوفها مع بعض. خليني أكبر هنا شوية. الفكرة الرابعة لسه فيها مكملين، بس النقطة التانية فيها احنا عارفين إن السنس معناها منذ أو من ساعة حاجة حصلت، يعني من ساعة الحاجة دي ممكن حاجة ما حصلتش أو حاجة حصلت. فالك سنس خدنا في الجرامر اللي بيجي قبلها having أو have أو has وتصريف التالت، أو having وhasn't وتصريف التالت، خلاص، وبعدها التصريف الثاني أو بداية الحدث، يعني since yesterday، since أي حاجة، since I saw you whatever. لكن امتى since تاخد قبلها had أو hadn't والتصريف الثالث؟ تعالى ما نشوف بقى هنا القاعدة بتقول إيه. بقول لك إن السنس لو الحدث اللي قبلها كان مستمر، كان لسه مستمر، أنا يا فندم ما شفتكش لغاية دلوقتي، أنا ما أكلتش لغاية دلوقتي من ساعة لما خرجت من الدرس أو whatever، فالحالة دي أنا بستخدم haven't أو have أو hasn't و has والتصريف الثالث. طيب لكن لو الحدث اللي قبل سنس كان انتهى تماما، ما عادش بيحصل، انتهى، زي بس حضرتك انا امبارح اكلت سمك، بس انا ما كنتش باكل السمك من سنتين، يبقى في الحاله دي انا ما كنتش باكله، الحدث اتوقف، يبقى اذا في الحاله دي هاخد هاد او هادن بالتصريف التاني. تعالى نشوف مع بعض المثال اللي جالنا، وخليني اوضحه تاني هنا. المثال على القطعة دي زي ما احنا شايفين I met Sally yesterday، أنا قابلت سالي، بقول لك اختار I حاجة haven't seen didn't seen won't seen her since since، يبقى لو شفت أنا هنا since من غير كلام أهو since، يبقى هنا لا haven't لا hasn't أو hadn't، بس هنا لو الحدث كان مستمر غير مستمر يبقى had. يا ترى هاخد بقى إيه؟
طب ما هو شافها، يبقى ازاي ما شافهاش؟ يبقى الحدث ده انقطع، لم يعد يحدث. في الإجابة هتبقى هنا. طبعا الحالة دي تنفع، دي تنفع، هنا ما تنفعش، هنا ما تنفعش، ده الاستبعاد. هنا الحدث لم يكتمل، يبقى في الحالة دي أنا هاخد لأن خلاص أنا ما عدتش بشوفها، لأن أنا شفتها امبارح. يبقى الحدث ما خلاص ما عادش بيتكرر، خلاص ما عادش. يبقى في الحالة دي هنا لو الفعل بتاعي توقف، لأن هو توقف عدم رؤيتها، لأن هو شافها امبارح. يبقى إذا هاخد hadn't seen مش haven't seen. رغم إن صح، بس لو ما كانش شافها، لكن هو شافها خلاص، الحدث توقف، الحدث توقف. طب يلا نغطي النقطة اللي هي النقطة الأخيرة في الفكرة الرابعة. بصوا، في حاجة اسمها أفعال النصح والاقتراح. يعني لما أجي أنصح حد فبقول له I advise، مثلا I advise you مثلا، أو مثلا advise someone، برشح له حاجة، اقتراح suggest recommend insist. كل دي من أفعال بستخدمها في النصيحة. فلكن ممكن بعد الأفعال تجيب بعدها طول المصدر أو ذات، بس عندي ذات هنقف. دي سؤال اتكرر كتير جدا في كذا امتحان، وكمان من الحاجات المهمة. قال لك لما بتقول I suggest I recommend I advise I insist، النصح والاقتراح والترشيح، جاء بعدها ذات، عندك حل من حلين. لا اما حضرتك هتجيبوا الفاعل وبعد كده تجيب مصدر. ازاي يعني؟ هي شي ات اللي بتاخد اس مش هتنفع، لا مش هتاخد الاس، هتاخد المصدر بعدها. او انك تجيب ما ده كان الاصل بتاعها الفاعل والشوت هو المصدر. هي كان اصلها شوت، بس قال لك ممكن تحط شوت وممكن تشيلها. فلو مش هتحط شوت يبقى حط المصدر على طول. طب ممكن احط شوت والمصدر، طبعا ده الاصل بتاعها. فانت لما تشوف المثال I insisted that he speak، ازاي؟ صح، لان insist وادفايست وريكومندد وسجستد لو جه بعدها ذات يبقى هاخد بعدها، حتى لو عندي هي شي ات هاخد المصدر، ملهاش علاقه. هي بتتقال كده بالظبط. دي قاعده في اللغه الانجليزيه، افعال النصح والترشيح والاقتراحات انا باخد بعدها ذات يبقى مصدر على طول، او شبه المصدر. طيب تعالى ما نشوف المثال اللي في الامتحان. My father suggests that هبه دي فاعل the instructions of her doctor، ان هي تتبع التعليمات بتاعت الطبيب بتاعها to get better عشان تتحسن. خلاص القاعده عندك مين؟ عندك اهو suggest وذات، يبقى خلصنا مصدر او شبه المصدر. يبقى مش هينفع اخد دي ولا هاخد تو المصدر ولا اخد اي ان جي. يبقى الاجابه follow the instructions of her doctor to get better عشان تتحسن. احنا خلصنا الفكره الرابعه اللي فيها 3 عناصر مهمين وممكن يجوا بنسبه كبيره في الامتحان باذن الله. ثانك يو، وتابعوني يلا عشان في حل كتير واسئله كتير ومراجعات كتير. Goodbye.